تعبت من كارت الكهرباء، تعبت من كل شويه تدفع فاتوره كهرباء عاليه. في الحلقه ديت هقول لك على شويه نصايح لو عملتهم وانت مشغل التكييف هتقلل في استهلاك الكهرباء. الحاجه الاولانيه، اتاكد ان الابواب والشبابيك كلها مقفوله قبل ما تشغل التكييف عشان الهواء البارد ما يتسربش، تلاقي التكييف يفضل شغال على طول ويستهلك كهرباء كتير. شغل مروحه سواء سقف او مروحه ستاند، ايا كان انت عندك ايه شغلها، عشان دي هتوزع الهواء البارد في المكان، تلاقي التكييف هيفصل بسرعه ومن هنا هيوفر لك في الكهرباء. اتاكد ان التكييفات متصينه، يعني انت جبت الفني في اول الصيف غسل الوحدات الداخليه والكباس الخارجي من التراب، لان التراب بيزود الضغط فبيخليه يسحب كهرباء اكتر. اتاكد ان انت لو انت اخر دور مثلا او المبنى ضارب فيه الشمس على طول، من عزل الجدران وعزل الاسطح، وتكون متبلطه علشان المكان ما يسخنش، وبالتالي التكييف يفضل شغال على طول وتدفع كهرباء كتير. خلي الستائر عندك يكون فيها بلاك اوت. بلاك اوت ده بيمنع دخول الشمس، بالتالي ما بيسخنش المكان، ومن هنا هتوفر في استهلاك الكهرباء. شغل ريموت التكييف من 24 ل 26، هيديك برودة مثالية وهيفصل على طول، وبالتالي هيوفر لك في استهلاك الكهرباء. تأكد ان مفيش بوتاجاز شغال او اي مصدر للحرارة في المكان اللي فيه تكييف شغال، لان ده هيخلي التكييف يشتغل على طول وبالتالي هتستهلك كهرباء كتير. الحاجة الأهم، لو عندك لمض اللي هي الصفرة اللي هي استهلاك الوات أو بتسخن أو استهلاك الوات بتاعها عالي، تأكد إن هي مطفية والتكييف شغال، لأن دي هتزود لك في حرارة المكان، وبالتالي التكييف مش هيفصل وهيستهلك منك كهرباء كتير. أهم حاجة يا جماعة، التكييف لما تجيبوه تجيب المكان يستهلك 2.4 حصان، هات له 2.4 حصان، ما تجيبش 1.5. 3 حصان هات له 3 حصان، لأنك لو جبت الحصان الأقل، يعني مثلا المكان عايز 3 حصان وأنت جبت 1.5 حصان، إيه اللي هيتم؟ التكييف هيفضل شغال ومش هيفصل، وبالتالي هو مش هيحقق الدرجة اللي أنت طالبها منه، ومن هنا هيستهلك كهرباء كتير. وكمان مش هتصرف على الكهرباء بس، أنت هتصرف على الصيانة، لأن مش قدرة الجهاز إن هو يشغل مكان بالحجم ده. الحلقة دي برعاية انرجي كول، وبالمناسبة انرجي كول عاملة لك عروض على التكييفات وعلى الصيانة. كلموهم يا جماعه وقول لهم انكم تبعي، وهيعملوا لك عروض على الصيانه، في عروض مجانيه. هنختار 6 من الكومنتات نعمل لهم عروض مجانيه على الصيانه، يعني هيجي يغسل لك التكييف ويصينه لك وكمان هتوفر كهرباء.